ايه العلامات اللي بتقولك ان الشخص ده قدامه مثلا اسبوع 10 ايام ويقولك اتس اوفر او انا مش مرتاح؟ بدأ يعلق على حاجات مش منطقية بالمرة. شعرك بقى غريب، لفة طرحتك بقت مش عجباني، في فتحة في مناخيرك زادت، في صباع عندك زاد، حاجات اصلا مش منطقية. اللي هو ايه اللي بيقوله ده؟ رقم 2، ان الشخص بقى بيقولك دايما انتي عمرك ما فهمتيني، انتي عمرك ما حسيتي بيا، انتي عمرك ما عرفتي انا بعمل ايه عشانك. في لغة تعميم، يعني درجة في الحوار ومفيش على الموقف، لا بقى عمرك، يعني الحبة اللي احنا كنا مع بعضهم انا عمري ما فهمتك. فده طبعا مؤشر بيقول ان في حاجة غلط. الحاجة التالتة، المؤشر اللي بدأ يلعب عليه، وطبعا دي حسب كل علاقة والتانية، ان هو عارف انك ما تقدريش تعيشي من غيره، او هي عارفة انك ما تقدرش تعيش من غيرها، ان انت رافع قيمتها قوي ومقلل قيمتها قوي. فبتلعب كده على نقط معينة بكلام معين بيدل انه خلاص النهايه قربت. طبعا هي بتختلف من علاقه للتانيه، بس ممكن ندي مثال. مهما حصل ما تفهمينيش غلط، مهما حصل احنا مش هنبعد عن بعض، مهما اللي اتقالك عني ما تصدقيش. اللي هو بيرمي كلام او بترمي كلام انه في مؤشر بعدم الخير جاي يعني. والكلام ده بيبقى نوع جديد في العلاقة، يعني أنا مش قصدي إن الكلمة دي على طول بتتقال، لا، الكلام ده نوع جديد في العلاقة بيتقال بشكل مختلف. إن ردة فعله اتجاه الحاجات اللي انتي بتعمليها أو إن انت بتعملها بقت أقل من العادي. يعني مثلا لو عملتي حاجة حلوة قوي ليه، هو بياخدها بشكل اللي هو قشطه صباح الفل تمام. حتى بتحسي كده ان في ابتسامه صفراء، او حتى في الكول مفيش احساس بان هو بجد مبسوط او سيربرايزد بالحاجه دي. اما اخر نقطة، حجج كتير بقى لقلة مقابلاتكو، قلة خروجاتكو، قلة كلامكو، ان انا على طول مشغول، ان انا على طول نوت افيلبل. ودي حاجة بقت جديدة، يعني طرقت جديدة. فالمكالمات بقت مرة في اليوم بعد ما كانت 4 مرات مثلا. المسجز كنا متعودين مثلا نبعت، فبنحس ان الدنيا قلت قوي. حتى ما بيكونش فيه اعتذار او عشم انك تقبلي وضعي، بس ان انا مشغول الفترة دي، لا، ما فيش الاوبشن ده، مش موجود. فبنحس كده ان العلاقة داخلة على سواد، ولان ما فيش مبررات وما فيش اعتذارات، والمبررات غير منطقية. بس كده.